السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة كده هتكلم عن معلومة سريعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. عدد الذين قتلهم الرسول من اليهود في جميع غزواته. لو ابتدينا كده وقلنا الأول عدد غزوات الرسول، مجمل عدد غزوات الرسول في اختلاف 27 28 29 غزوة. دي جميع الغزوات اللي شارك فيها الرسول سواء بالإدارة أو بالمشاركة بالفعلية. أما عدد غزوات الرسول الفعلية من 8 أو 9 غزوات، ودي فيها آراء واختلاف، دي اللي شارك فيها فعليا، أما الباقي كلها كانت إدارة. طب كم الرسول كم واحد قتله من اليهود؟ مفيش اللي هو واحد بس اللي قتله الرسول في حياته في جميع غزواته وجميع المؤامرات اللي عملها عليه اليهود والكلام من ده. هو مين؟ أبي بن خلف. أبي بن خلف أخو أمية بن خلف، ده من يعني ابن من قبيلة بني جامح. طب الرسول قتله، ده كان من سادات قريش، من الناس العالية بتاع قريش، يعني يقول لك ده ابن عيلة كذا وكده، ده من كده يعني. كان كل ما يسير في مكة يقول ايه، أنا سوف أقتل محمد، سوف أقتل محمد عليه الصلاة والسلام، رسول الله يعني لازم هموته وكده، لغاية ما قابله الرسول في مرة وهو بيقول أنا والله لسوف أقتل محمد، فقال الرسول إني بإذن الله سوف أقتلك. وانتهى الموضوع على كده. وجت غزوة أحد، وهم في غزوة أحد كان أبي بن خلف ده مش شاغل، والشاغل اللي هو بيدور عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لغاية ما لقاه جاي يتقاتل مع الرسول. فدخل مصعب بن عمير يعني وقتله، يعني ايه قتله بعيد عن الرسول، وكان بيدافع عن الرسول من هنا لهنا. قام ايه أبي بن خلف ايه قتل مصعب بن عمير في المعركة دي. وبعد كده قعد يدور على الرسول، ولغاية ما لقى الرسول وقام الرسول قتله بالحربة بتاعته على الحصان ومات. وده الوحيد من اليهود اللي قتل الرسول. لم يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام أي أحد نهائي إلا أبي بن خلف. دي معلومة للتوضيح، وده كل من هنا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.